أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص، وسنحاول فيه مناقشة أسباب وأبعاد توصية البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب. التوصية ولا شك أنها تدخل في الشؤون الداخلية للمغرب، وهذا ما يثير الكثير من التساؤلات. هل من حق البرلمان الأوروبي إصدار توصية كهذه؟ ولماذا؟ هل فعلا يهتمون بحقوق الإنسان في المغرب أو غيره؟ أم هناك أهداف سياسية واقتصادية؟ هل جاء رد البرلمان المغربي على نظيره الأوروبي نديا وفي المستوى ذاته؟ وبالتالي ماذا يريد الأوروبيون من المغرب؟ وماذا يريد المغرب بالمقابل؟ هل قصرت دبلوماسية المغرب في تقديم صورة البلاد كما يجب؟ وهل لكل ذلك انعكاسات على علاقات الجانبين التاريخية؟ للحديث عن هذا الموضوع معي ضيف خبير في الشأن الأوروبي، عاش دهاليز السياسة الأوروبية على مدى سنوات، يعلم جيدا كيف تؤخذ القرارات وكيف يتم تحضير لها. وطبعا بين المغرب الوطن والمغرب المهجر كانت تبرز الحاجة ليس إلى تعزيز روابط التواصل والانتماء إلى الوطن الأم، وإنما إلى تقوية حضور قضايانا الوطنية وتقديمها بصورة حضارية سياسيا، اقتصاديا، قانونيا واجتماعيا، وفي عناوين الحريات والحياة العامة. وهذه المهمات ليست رهنا على العمل الدبلوماسي فقط، وإنما قد يكون للكفاءات الناجحة والمتميزة في بلاد المهجر قوة لا تقل أهمية عن العمل الدبلوماسي الرسمي، ولعلها تشكل أهمية كبيرة لقدرتها على فهم تلك المجتمعات وآليات صنع القرار فيها ووسائل التأثير، وفي مقدمتها الإعلام. كفاءاتنا المهاجرة الناجحة كمغاربة كثيرة وفي مختلف الميادين وعلى عدة مستويات. كما ذكرت، ضيفنا اليوم أحد تلك الأعلام المغربية المهاجرة، الأستاذ رضوان القادري، الخبير والمحلل السياسي الدولي. شغل مناصب استشارية حكومية في بلجيكا وعبر أوروبا، خبير في الدبلوماسية الأوروبية، ورئيس جامعة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.